السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. هذا أول فيديو لي بالقناة، متحمس أبدي وياكم البداية الجديدة. أنا محمد من العراق، من بغداد، وأعيش في ألمانيا. اليوم قررنا ناخذكم جولة في كازاسفير دوسلدورف، لكن هاي هو جولة بسيطة فقط للتعارف، أعرف عن نفسي. قلنا ناخذكم إياها جولة صباحية، وإن شاء الله لنا يوم خاص لمدينة دوسلدورف. طبعا شباب، هاي المدينة اسمها كازاسفير، هي في دوسلدورف، تبع دوسلدورف، لكن تبعد عن دوسلدورف تقريبا حوالي 5 كيلومتر. هذا مطعم، طبعا هذا من أطيب المطاعم هنا بكازاسفير. مطعم وبار يعني، كنت قاعد دائما كل العصرية. هذا يكون حلو العصرية، وأيام البوخلند اللي هي عطلة الأسبوع. عندنا ذيك الصفحة هناك كلها متاجر، هناك من الألبسة ومكاتب. هي هاي المدينة تقريبا بيها مكاتب هواية، كلش هواية يعني، تشوف حتى بالشارع تقريبا اكو مكاتب. وهي هنا تقريبا يعني تصير قريبة من نهر الراين، يعني هسه احنا رايحين هنا لي قدام مسافة شوي، لي قدام هناك نهر الراين، هسه رايحين عليه. مدينة شوية قديمة تقريبا، تراث بناها، لكن مدينة كلش حلوة. خليكم من نهاية الفيديو، خلونا نبلش جولتنا. المدينة في شمال دوسلدورف، هسه بين ديسبورغ ودوسلدورف. هسه وصلنا النهر، نهر الراين. طبعا هذا الناظور هنا، هاي من هنا تقدر تشوف الجهة الأخرى من النهر. هاي الباخرات، طبعا هاي الباخرات تجي من هولندا. وسنتر المدينة يصير هناك لي قدام. نفس ما قلت لكم شباب، احنا عندنا يوم خاص بمدينة دوسلدورف، يعني نروح بيه على السنتر وعلى الزنتروم، على مركز المدينة. هم نشوفكم هناك، هذاك له يوم خاص. طبعا دوسلدورف كبيرة يعني، مو مال شو اسمه
لكن نفس ما قلت لكم هذا يوم فقط تعارف، هيك فقط جولة صباحية نشوفكم بها المنطقة اللي أسكن يعني قريب من هنا. هاي الباخرات تجي أغلبيتها تجي من هولندا، من هناك من بحر الشمال اللي هي من جهة إنجلترا أو النرويج أو هولندا، تجي إلى ألمانيا وتعبر وتكمل يعني الولايات ألمانيا الجنوبية أو فرنسا. أصدقائي شفتوا هواي، طبعا انتبهتوا لهاي الشغلة من الصبح يصعدون الدراجات، يحبون الدراجات البايسكلات. أبنية تاريخية بيها المكاتب، بيها ذن القلعات مثل هاي، وهذا البارك عندنا، هذا البارك كبير هناك نفس اللي قدام. راح نشوف ناخذ فرة بالبارك، راح اشوفكم من هناك. من بنرجع من هناك هم اكو قلعات شو اسمه، اكو قلعتين يمكن اللي قدام هناك ورانا صار نعرفون، هم نرجع نشوف. هذا راح يكون اول فلوق اللي بالقناة، اول فلوق انا صوره. طبعا نفس ما قلت لكم متحمس كلش ابدي لكم بداية جديدة على اليوتيوب. فاذا تحب المحتوى، محتوى السفر، او تحب تعرف عن شغلات من المانيا، او تحب الفاشن واللايف ستايل، فادخل اشترك بالقناة. طبعا الشمس توها طلعت. يا أصدقائي من يتمنى هنا بيته هذا؟ طبعا الحياة هادئة كلش كلش هنا، وأنا أحب طبعا كلش أحب الحياة الهادئة مثل هيجي، فقط صوت العصافير والحيوانات وهذه الطبيعة. طبعا تعيش هنا اعتقد الغزال، ما ادري هم ما كاتبين. بس يقولك ممنوع تعطيهم اكل، ممنوع الكلاب يدخلن. بالريف الألماني.
Guten Morgen. طبعا أصدقائي وجهي تعبان لأن ما نايم والله من البارحة. البارحة قعدت تقريبا ساعة 3 الظهر أو 2، لا والله ساعة 2 قعدت، 2 1:30 ولحد الآن ما نايم. فما جاني نوم، ردت أنام، حاولت أنام بالليل ما جاني نوم، فقلت أستغلها نطلع ناخذ جولة صباحية وبهذا الجو. هذا المكان اللي بالنسبة لي اللي هو كازسفير، هذا من أحلى الأماكن الموجودة في السودان. طبعا يعني أنا من أضوج دائما أضوج أهتم شنو أجي هذا المكان دائما. مثلا الصبح أجي هيج وقت، هسه تقريبا أشوفكم بالساعة، هسه الساعة 7:37 الصبح. أحب أجي هيج وقت، أحب أجي يعني للمغرب، هم تقريبا الساعة 8 هيج المغرب بالصيف. أما بالشتاء الساعة 4 وشو اسمه. لكن نفس ما قلت لكم شباب الآن باردة، يعني الصبح تكون دائما باردة، الجو حلو، فهذا السبب وجه هنا دائما. وهسه عندنا صيف، يعني نفس ما تدرون اللي هو صيف، ما أعرف إذا هو الصيف ولا الخريف. بالمستقبل راح أشارككم هواي تفاصيل، هواي فلوقات من يومي. إذا يعجبكم هيج المحتوى سووا لنا لايك واشتراك ودعمونا حتى نشوفكم محتوى حلو. أصدقائي طبعا شوفوا هاي هنا قلعة متروكة، هم تقص على هواي. هاي احنا بعدنا نمشي على النهر هذا كله، شوفوا هذا من هنا، احنا جينا من هناك وهسه مكملين من هنا عدل. طبعا اصدقاء شوفوا هاي من هنا سراديب، بس ما اعرف شنو كان جوا، يعني شنو كان جوا. هسه هنا بالله هاي الشبابيك قديمة والله هاي مبينة، شوف بس هذا هنا سرداب هذا هنا. أصدقاء شوفوا لذاك البيت، أصدقائي هنا وصلنا نهاية الفلوق. سووا لنا لايك واشتراك للقناة، اكتبوا لنا بالتعليقات إذا عندكم أماكن ببالكم تردون نزورها ونشوفها. شكرا لكم من القلب، سلام.